واش فراسكم أول مرة المغاربة شافوا فيها الملك الراحل الحسن الثاني هو كيبكي في التلفزيون؟ هذه الواقعة وقعت في عام 1983 وبالضبط في شهر دجنبر، الشهر اللي غادي يعرف وفاة مولاي عبد الله شقيق الملك بعد تدهور الصحة ديالو. كيحكي الصحفي الصديق معنينو في واحد من سلسلة كتبه أيام زمان أنه كان مشرف على تغطية هذا الحدث رفقة مخرج، وبالتالي كان سيتم بث الحدث مباشرة من مسجد حسان. كيحكي على انه الحسن الثاني غادي يقرب من الجثمان ديال الشقيق ديالو وغادي ينخرط في نوبه بكاء. هنا الصحفي غادي يطلب من المخرج انه يركز بشكل كبير على هذه اللقطه اللي تم بثها بشكل مباشر. كيحكي الصحفي على انها تقريبا كانت اول مره المغاربه غادي يشوفوا بشكل مباشر الملك الحسن الثاني هو كيف، ولكنه كان يعلم انه سيكون لهذه اللقطه ما بعدها. نعم بالفعل هذا الشيء اللي وقع. غادي يتواصل معاه المدير العام للتلفزيون المغربي وغادي يخبروا ان وزير الاعلام اتصل به شخصيا واستفسر عن سبب التقاط هذا المشهد. غادي يجاوب الصديق معنينو على ان السبب كان اظهار انسانيه الملك وعمق العلاقه بينه وبين المرحوم مولاي عبد الله. من بعد الصديق معنينو كيحكي على انه كان هناك انقسام داخل المحيط الملكي، هناك من راى في هذا المشهد نوع من المس بهيبه الملك وربما اظهاره في لحظه ضعف، ولكن هناك آخرون رأوا أن المشهد عادي وأنه يظهر إنسانية الملك وعمق العلاقة بينه وبين الشقيق ديالو. وبالتالي في نهاية الأمر كان الحسم للملك الحسن الثاني الذي بدوره شاهد هذه اللقطات، وبالتالي هو بنفسه أكد أن هذا المشهد يؤكد إنسانية الملك وعمق العلاقة بينه وبين المرحوم. وبالتالي خرج الصحفي الصديق معنينو سالما من هذه الواقعة.